شاطر يا حبيبي. شاطر او برافو ممكن تكون من اوحش الحاجات اللي احنا ممكن نقولها لاولادنا. اصبري بس، انا عارفه ان انت بتقوليها بحب. المشكله مش في كلمه برافو او شاطر، المشكله ان احنا بنقول برافو وبنسكت. لما بنقول لطفلنا برافو هو بيحس ان هو عمل حاجه كويسه، بس هو مش عارف هو عمل ايه. الحل مش ان احنا نبطل نقول لهم برافو، الحل ان احنا نقول لهم برافو ونقول لهم احنا بنقول لهم برافو على ايه. فلنفرض طفلك رسم رسمه، ما نقولوش برافو ونسكت، نقول له برافو انا عجبني ان انت كملت الرسمه للاخر. اي حاجه الطفل بيعملها كويس احنا محتاجين نمدح الفعل ذات نفسه علشان يقدر يكرره مرة تانية. كده احنا مش بس بنشجعه وخلاص، احنا بنعلمه هو عمل ايه صح علشان خاطر يعمله مرة واثنين وثلاثة. لما بنقول برافو وبنسكت احنا بنعلمه ان هو مستني validation او تقييم من الاخرين، وان ده بيحسسه ان هو انسان كويس. لكن لما نعلمه نقول برافو على حاجة معينة هو عملها صح، بنعلمه ان الفعل ده كان فعل ايجابي. عشان كده بدل ما نقول برافو نقول برافو عشان. لو تعرفوا حد شغال تطبيل لولاده طول الوقت من غير ما يفهمهم هو بيقول لهم برافو على ايه، بعتوا له الفيديو ده.